سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. وزير الداخلية يوجه أوامر جديدة. كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوفي الفتيت وزير الداخلية طالب العمال بتشديد عملية محاربة التسول بشوارع المملكة بعدما بدأ يسيء لصورة المغرب في أعين الملايين من السياح. وكشفت معطيات رسمية وقع عليها وزير الداخلية أن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية لمكافحة ظاهرة التسول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، تم بموجبها إيقاف 15908 أشخاص. مورد أن جل العمليات جرت في 6 مدن كبرى هي الرباط، دار البيضاء، مراكش، فاس، طنجة وأكادير.